السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما تعرفنا في المحاضرة الأولى على الأربع حسابات الرئيسية في علم المحاسبة، وعرفنا المين equation في ال accounting sciences. النهاردة بإذن الله هنتعرف على ال elements of financial position statement. ال assets و claims هما ال elements of financial position statement. عنصري قائمة المركز المالي هما الأصول والخصوم. assets يعني أصول، وclaims قلنا اللي هي الخصوم، وقلنا إن claims divided into two parts اللي هي liabilities والowner equity. وقلنا إن liabilities والowner equity دول هما اللي finance، يعني بيمولوا الأسيتس. أتمنى إن كل واحد سواء كان دارس الأكاونتنج بالإنجليش او كان دارس المحاسبة باللغة العربية ان هو يكون معاه ورقة وقلم، علشان انا بترجم كل كلمة بنقراها، علشان اللي هو دارس بالعربي يستفيد ان هو يبقى عارف كمان الاكاونتنج بالانجليش. ولو كان هو برضو دارس المحاسبة بالعربي يقدر ان هو يعرف الاكاونتنج بالانجليش برضو. لان النهارده انا بقول لحضراتكم لازم خريج الاكاونتنج يكون عارف الاكاونتنج بالانجليش وبالعربي. ما ينفعش تقولي لا اصل انا عارفها بالعربي بس. يا جماعه البلد النهارده يعني حضراتكم عارفين الخريجين عددهم قد ايه، وعارفين فرص العمل شكلها ايه. فيعني الفرص العمل قليله خصوصا مع ظل البرامج الجاهزه، فعشان كده لازم خريج التجاره يكون يعني مؤهل نفسه كويس جدا في الاكاونتنج وفي البرامج، ومتدرب على البرامج الجاهزه وعلى اللانجوج، خصوصا الانجليش، يعني لغه الانجليش بالذات يعني بالنسبه للاكاونتنج يعني. ففرصه ان حضرتك تستفيد معايا انك لازم تكون عارف الاكاونتنج باللغتين، بالعربي وبالانجليش. وبعدين عايز اقول لحضرتك ان كل الدول العربيه حتى كلها شغاله الاكاونتنج بالانجليش، سواء بقى سافرت في اي دوله عربيه او طلعت دوله غير عربيه طبعا هتحتاج الاكاونتنج تكون بالانجليش. فحضرتك يعني يا ريت تحضر ورقه وقلم وتكتب معايا المصطلحات، عشان بعد كده باذن الله ان شاء الله تبقى الدنيا سهله معاك في المحاضرات القادمه باذن الله. هنيجي نشوف بقى ايه هي الاسيتس. النوع الاول او العنصر الاول في قائمه المركز المالي او الفاينانشال بوزيشن ستيتمنت اللي هي الاصول او الممتلكات او الاسيتس. الاسيتس ببساطه هنقدر نقول ان هي الايكونوميك ريسورسز owned by an economic unit. ببساطه جدا economic resources owned by economic unit. معناته ايه الكلام ده؟ مجموعه الموارد الاقتصاديه التي تمتلكها مين؟ الوحده الاقتصاديه. مجموعة الموارد الاقتصادية التي تمتلكها الوحدة الاقتصادية. ادي مفهوم ايه الاسيتس. يبقى الاسيتس are the economic resources. economic resources يعني الموارد الاقتصادية owned by an economic unit. economic unit يعني الوحدة الاقتصادية. owned by تمتلكها، يبقى مجموعة الموارد الاقتصادية التي تمتلكها الوحدة الاقتصادية. بروجكت يعني مشروع طبعا، organization منظمة، establishment منشأة. سواء حضرتك قلت economic unit صح او بروجكت صح او organization صح او establishment ايه صح. يعني اقدر اقول economic resources owned by project او owned by an organization او owned by establishment، كلهم ايه بنفس المعنى. هي دي اسمها الوحدة الاقتصادية اللي هي الايكونوميك يونت. طيب يبقى مجموعة الايكونوميك ريسورسز owned by economic ايه owned by an economic unit. طيب دي اول حاجة عايزك تبقى عارفها، اللي هو العنصر الاول من عناصر الفاينانشال بوزيشن ستيتمنت. الاسيتس يا جماعة بتنقسم الى تو بارتس. الاسيت نفسها بتنقسم الى تو بارتس، current assets و non current assets او uncurrent assets. هو في الترتيب بتاع المعيار في لما نيجي نشرح ان شاء الله باذن الله قائمه المركز المالي، بيحط طبعا الاصول طويله الاجل الاول اللي هي الاصول غير المتداوله اللي هي النون كارنت اسيتس، ثم بيبتدع بعديها البند اللي بعديها بعد ما نتناول الاصول طويله الاجل بيبقى الاصول المتداوله او الكارنت اسيتس.
اللونج تيرم اسيتس اللي هي الاصول طويله الاجل، اللي هي نون كارنت اسيتس او الان كارنت اسيتس، ممكن تقول ان كارنت اسيتس عادي جدا، او النون كارنت اسيتس اللي هي الاصول غير المتداوله او الاصول طويله الاجل. النوع الثاني من الاسيتس اللي هي الشورت تيرم اسيتس او الكارنت اسيتس، شورت تيرم اسيتس او الكارنت اسيتس، الاصول قصيره الاجل او الاصول المتداوله. طيب، يبقى عرفنا النوعين بتوع الاسيتس. بعد ما عرفنا نوعين الاسيتس نيجي نشوف النوع الاول من الاسيتس اللي هو اللونج تيرم اسيتس. اللونج تيرم اسيتس الاصول طويله الاجل. اللونج تيرم اسيتس ايكوال الفيكسد اسيتس بلس البروجكتس اندر بروجريس بلس long term investments plus other assets. الأصول طويلة الأجل بتساوي الأصول الثابتة الفيكسد assets بلس البروجكتس اندر بروجريس اللي هي المشروعات تحت التنفيذ. يعني لو المنشأة بانية مبنى والمبنى ده لم يكتمل بناؤه، ده بيسمى مشروع تحت التنفيذ. واحنا عرفنا الفيكسد اسيتس اللي هي الاصول الثابته، وطبعا يعني مبدئيا كده زي ايه، قلنا الامثله عليها اللي هي زي اللاندز الاراضي، زي البيلدينجز اللي هي المباني، زي الفurniture اللي هي الاساس، زي التولز العدد، زي المينز اوف ترانسبورتيشن وسائل الانتقال، زي الماشينز الالات، دي كلها فيكسد اسيتس. تمام. عندنا بعد كده هو ايه بقى المشروع، يبقى الفيكسد اسيتس اللي هي الاصول الثابته والمشروعات تحت التنفيذ. ده اول حاجه في اللونج تيرم اسيتس او الاصول غير المتداوله. الحاجه الثانيه في الاصول غير المتداوله اللي هي اللونج تيرم انفستمنتس. لونج تيرم انفستمنتس اللي هي الاستثمارات طويله الاجل. الاستثمارات طويلة الأجل. يبقى دخلنا الأصول الثابتة وتحتيها الأصول اللي هي لم تكتمل، زي مثلا مبنى لم يكتمل بناؤه اللي هي البروجكت أندر بروجريس. هناخد الاستثمارات طويلة الأجل أو اللونج تيرم انفستمنتس. زي إيه؟ زي مثلا المنشأة جابت اشترت أوراق مالية عشان تبيعها فيما بعد في مدة أطول من سنة، او ان هي اشترت مبنى بنية ان هي تبيعه في مدة برضو اكبر من سنة، او اشترت ارض بنية ان هي تستثمر فيها وتبيعها في مدة اكبر من سنة. دي اسمها اللونج تيرم انفستمنتس. النوع الثالث من اللونج تيرم اسيتس اللي هو الاذر اسيتس، الاصول الغير ملموسة او الاصول الاخرى، او الاصول غير الملموسة. other assets اللي هي الأصول الأخرى. يبقى long term investments اللي هي الاستثمارات طويلة الأجل، والother assets اللي هي الأصول الأخرى. يبقى عرفنا إيه هي long term assets أو الأصول طويلة الأجل اللي هي بتسمى الأصول غير المتداولة أو non-current assets أو non-current assets اللي هي الفيكسد assets plus projects under progress plus long term investments plus other assets. نيجي بقى نشوف الفيكسد assets حسب ما صنفها لنا وعرفها لنا المعيار المحاسبي رقم 10. الأول التعريف بتاعها بيقول لك إن الفيكسد assets all the long term tangible assets that an organization owns to use in its activity to create its benefits. بيقول لك كل الأصول التي لها كيان مادي ملموس. all the long term tangible assets يعني كل الأصول assets tangible assets يعني كل الأصول التي لها كيان مادي ملموس. تمام. طويلة الأجل. كل الأصول طويلة الأجل التي لها كيان مادي ملموس all the long term tangible assets that an organization owns
to use in its activity التي تمتلكها المنظمات لاستخدامها في نشاطها الأساسي to create its benefits عشان تقدر تحقق إيراداتها وأرباحها. تمام؟ يبقى they are the long tangible assets كل الأصول طويلة الأجل التي لها كيان مادي ملموس that an organization التي تمتلكها المنظمة owns to use تمتلكها لكي تستخدمها in its activity في نشاطها الأساسي، ودي حاجة مهمة جدا، ده شرط أساسي يا جماعة. to create its benefits عشان تحقق مكاسبها. تمام؟ طيب يبقى دلوقتي بيقول لك وبناء على مسابق التعريف اللي فات ده therefore بناء على مسابق the fixed assets اللي هي الأصول الثابتة as stated in standard number 10 of the Egyptian accounting standards حسب ما عرفوا وحسب ما هي متعارف عليها في المعيار رقم 10 من معايير المحاسبة المصرية. 3 conditions must be met 3 شروط يجب توفرها في الأصل حتى يقال عنه إنه أصل ثابت. حقيقة يا جماعة في 3 شروط المعيار رقم 10 قال إن هم يجب أن يتوفروا عشان تقدر تقول على الأصل اللي قدامك ده إنه fixed asset. يبقى في 3 conditions علشان يتقال على ده fixed asset. لازم يكون في 3 conditions 3 شروط عشان نقدر نقول إن ده يا جماعة fixed asset، تعرف على إنه fixed asset. إيه هم ال3 شروط دول؟ إن هو لازم يكون tangible physical entity. tangible physical entity tangible physical entity له كيان مادي ملموس. لازم يكون له أول حاجة ماسكها زي المكتب، زي الكرسي، زي المبنى، زي السيارة، حاجات كلها بنقدر حياة لها كيان مادي ملموس. يبقى ده أول شرط عرفه المعيار رقم 10 إن لازم يكون لها كيان مادي ملموس. الحاجة التانية أو الشرط التاني إن هي تخدم أكتر من فترة مالية محاسبية. إحنا عارفين الفترة المالية المحاسبية غالبا بتكون سنة، يبقى يخدم أكتر من سنة يبقى أو أكتر من فترة مالية محاسبية. ما ينفعش يبقى مثلا فترة مالية محاسبية واحدة بس، كده ما يبقاش حتى لو ليه كيان مادي ملموس لكن الشرط التاني متوفرش فيه، فبالحالة دي ما يكونش ما بيتعرفش على إنه أصل ثابت أو فيكسد أسيت. يبقى لازم يكون عنده tangible physical entity ولازم يكون serve يخدم more than one accounting period، يخدم أكتر من فترة محاسبية أو فترة مالية. يبقى serve more than يبقى الشرط الثاني أو second condition إن هو يكون serve يخدم more than one accounting period، يخدم أكتر من فترة محاسبية. الشرط الثالث اللي لازم برضو يجب توفره في الأصل حتى يقال عنه إن هو أصل ثابت طبقا للمعيار رقم 10 إن هو تكون الغرض من شرائه إن هو يستخدم في النشاط الأساسي للمنشأة. يعني المنشأة شارية الأصل ده بغرض إن هي هتستخدمه في نشاطها الأساسي أيا كان بقى، لكن مش بغرض اللي إعادة بيعه مرة أخرى. ال3 شروط دول يا جماعة لازم يتوفروا عشان نقدر نقول مع بعض، عشان نقدر نقول إن ده fixed asset أصل ثابت. يبقى the purpose of purchasing it is not to resell it again. يبقى ال purpose اللي هو الغرض of purchasing من الشراء، يبقى ال purpose of purchasing الغرض من الشراء is not to resell it again، ليس لإعادة بيعه مرة أخرى. resell يعني إعادة بيعه مرة أخرى. it again مرة أخرى. يبقى الغرض من الشراء ليس إعادة بيعه مرة أخرى. the purpose of purchasing is not to resell it again but ولكن rather the purpose when purchasing it الغرض من شرائه وقت شرائه it was in order to be used الغرض من شرائه وقت شرائه ان هو يكون لاستخدامه in its main activity
في النشاط الأساسي بتاع المنظمة أو المنشأة. in order to be used in its main activity. استخدم فين؟ في النشاط الأساسي للمنظمة أو الوحدة الاقتصادية. يستخدم used in its main activity. ودي التلات conditions اللي هم يجب توفرهم علشان نقدر نقول ده fixed assets. لازم التلات شروط دول يكونوا متوفرين عشان نقدر نقول ده fixed asset. طيب ايه هي الفيكسد اسيت اللي احنا قلنا عليه لازم يكون tangible physical entity serve more than one accounting period. Purpose of purchasing is not to resell it again but to be used in its main activity او to be used in the main activity. دول الثلاث حاجات يا جماعة عشان نقدر نقول according to the accounting standard number 10. Egyptian accounting standard number 10. طيب الفيكسد اسيتس ار ايه بقى؟ هم الفيكسد اسيتس زي ما قلنا اللي هي البيلدينجز المباني، واللاندز طبعا الاراضي، والماشينز والاكويبمنت اللي هي الالات والمعدات، تولز العدد، means of transport and transfers وسائل النقل والانتقال، furniture and office equipment furniture and office equipment اللي هي الأساس والمعدات المكتبية. يبقى اللاندز الأراضي، buildings اللي هي المباني، والماشينز والإكويبمنت اللي هي الآلات والمعدات، tools العدد، means of transport and transfers اللي هي وسائل النقل والانتقال، furniture and office equipment اللي هي الأساس وتجهيزات المكاتب. الأساس وتجهيزات المكاتب الأساس وتجهيزات المكاتب. دي أنواع الفيكسد أسيتس حسب إيه المعيار المحاسبة رقم 10 اللي هي إيه بقى؟ lands, buildings, machines and equipment and tools, means of transport and transfers, furniture and office equipment. اللونج تيرم انفستمنت بقى بعد ما عرفنا اول حاجه طبعا احنا عرفنا ان دلوقتي التو سبستانس او التو اليمنتس بتوع الفاينانشال بوزيشن ستيتمنت اللي هم الاسيتس والكليمز، وبعدين عرفنا ان الاسيتس اللي هي مجموعه الايكونوميك ريسورسز owned by an economic unit، وبعدين عرفنا ان الاسيتس دي في منها لونج تيرم اسيتس وشورت تيرم اسيتس، وعرفنا ان اللونج تيرم اسيتس دي بتسمى الان كارنت اسيتس، وعرفنا ان الشورت تيرم دي بتسمى الكارنت اسيتس، وعرفنا ان اللونج تيرم اسيتس دي بتساوي الفيكسد اسيت بلس البروجكت اندر بروجريس بلس اللونج تيرم انفستمنت بلس الاذر اسيتس. وقلنا ان الفيكسد اسيت لازم يكون ليه تانجبل entity، ونمرة 2 serve more than one accounting period، ونمبر 3 ان هو يكون purpose of purchasing it to use in its main activity او to use in the main activity of the economic unit. هنيجي نشوف بقى الحاجات. وعرفنا ايه هي انواع الفيكسد اسيت، قلنا اللاندز والبيلدينجز والماشينز والتولز، وقلنا المينز اوف ترانسبورتيشن and transfers، وقلنا كمان الفurniture and office equipment. هنيجي بقى نشوف اللونج تيرم انفستمنت، الاستثمارات طويلة الأجل. If the organization purchases an asset for the purpose of reselling it again. هنا بقى لو كانت المنظمة أو الوحدة الاقتصادية شارية الأصل بغرض أو بنية إعادة بيعه مرة أخرى in the far future in this case the asset is considered as long-term investment not a fixed asset. لو كانت المنظمة في الحالة دي شارية الأصل الثابت بغرض أو شارية الأصل بغرض إعادة بيعه، ده كده ميبقاش أصل ثابت، لأن المنظمة كانت شارية أصل
بغرض بيعه مش لغرض استخدامه في نشاطها الأساسي، فما يبقاش أصل ثابت. هي شارية الأصل بغرض إعادة بيعه في المستقبل البعيد في مدة تزيد عن سنة. in the far future يعني في المستقبل البعيد. if the organization purchases an asset لو كانت المنظمة شارية الأصل for the purpose of reselling it لغرض إعادة بيعه again مرة أخرى in the far future في المستقبل البعيد. in this case في هذه الحالة the asset is considered as long term investment الأصل بيعتبر استثمارات طويلة الأجل. not a fixed asset لا يعتبر أصل ثابت. تمام. نيجي بقى نشوف دلوقتي ال other assets. نيجي نشوف بقى دلوقتي النوع الثالث من الإيكويشن واللي هو الأصول الأخرى. أو الأصول غير الأصول الأخرى أو الأصول غير الملموسة. الأصول الأخرى أو الأصول غير الملموسة. They are all intangible assets. التاني كان اسمه ايه فوق لو تفتكر fixed asset كان tangible أو عندها physical entity، عندها كيان مادي ملموس، دي الفيكسد اسيت. عكسها بقى ايه الأصول الأخرى أو الأذر assets، عكسها بقى intangible assets أصول ليس لها كيان ملموس. يبقى كل الأصول التي ليس لها كيان ايه ملموس. يبقى الأصول الأخرى هي الأصول هي غير ليس لها كيان ايه ملموس، ليس لها كيان ملموس، أو الأصول ايه التي ليس لها أي كيان ايه ملموس. يبقى الأصول غير الملموسة اللي هي الأصول ايه غير الملموسة، الأصول غير الملموسة، الأصول غير ايه الملموسة. يبقى other assets اللي هي الأصول الأخرى اللي هي الأصول غير الملموسة اللي هي ليس لها كيان مادي. They are all intangible assets كل الأصول التي ليس لها كيان مادي أو غير الملموسة اللي هي intangible assets. intangible assets يعني أصول غير ملموسة intangible assets. They are all intangible assets كل الأصول غير الملموسة هي دي other assets that don't have a physical entity. هنا بقى ايه التانية كانت الفيكسد asset كان عندها physical entity، هنا ال other assets don't have a physical entity ما عندهاش ايه كيان مادي ملموس. don't have a physical entity that are owned by the economic unit اللي بتمتلكها الوحدة الاقتصادية. كل الأصول غير الملموسة التي ليس لها كيان مادي التي تمتلكها الوحدة الاقتصادية. يبقى ال other assets اللي هي all intangible assets that don't have physical entity that are owned by the economic unit اللي تمتلكها الوحدة الاقتصادية. طيب ال other assets بقى other assets دول زي ايه بقى؟ ايه هي الاكزامبلز؟ احنا عرفنا الاكزامبل على الفيكسد asset. طب الاكزامبل بقى على other assets الاصول الاخرى زي ايه بقى؟ ايه هي ال other assets دول؟ زي ايه؟ الجود ويل الشهرة. يبقى الجود ويل هي اول حاجة في الاصول غير الملموسة اللي هي الشهرة. التريد مارك العلامة التجارية. بيتنت اللي هي براءة الاختراع. بيتنت يعني براءة الاختراع. establishment expenses اللي هي مصروفات التأسيس. expenses prior to starting the activity مصروفات التي تسبق النشاط. deferred revenue expenses اللي هي النفقات الإيرادية المؤجلة. ونظام ال ERP system اللي هو Enterprise Resource Planning System. دي الحقيقة أنواع ال other assets أو intangible assets. الجودويل الشهرة، تريد مارك العلامة التجارية، بيتنت اللي هي براءة الاختراع، establishment expenses مصروفات التأسيس،
expenses barrier to starting the activity. مصروفات سابقة على بدء النشاط. deferred revenue expenses. نفقات إرادية مؤجلة. enterprise resources planning system. نظام ال ERP system. تمام. في عندنا بقى تعريف الجود ويل، تعريف الشهرة. الشهرة حقيقة يا جماعة ان هي الشهرة بتبقى بتاعت الشركات الاخرى اللي استحوذت عليها الشركة، وليست شهرة بتاعت الشركة نفسها، واللي زي بعض اغلب المحاسبين بيعتقدوا. الحقيقة يا جماعة ده اعتقاد خاطئ. المقصود بالشهرة اللي بتظهر في قائمة المركز المالي هي شهرة الشركات الأخرى التي استحوذت عليها الشركة، وليست شهرة الشركة نفسها كما يعتقد البعض. تمام، ده نبقوا عارفين يعني ايه المقصود بالشهرة هنا يا جماعة. يبقى الجود ويل دي ملهاش كيان مادي ملموس الشهرة، لكن لها تمن. يبقى الجود ويل of other companies الشهرة بتاعت الشركات الأخرى that have acquired it اللي هي الشركة بتاعت الشركات الأخرى اللي استحوذت عليها الشركة. what appears in the financial position statement وبتظهر في قائمة المركز المالي للشركة. not the goodwill of the economic unit ولكن مش شهرة الوحدة الاقتصادية itself نفسها as some believe زي ما البعض بيعتقد يعني. يبقى هي شهرة الكومبانيز اللي have acquired it يعني اللي هي ايه تم الاستحواذ عليها، و appears in the financial position statement وبتظهر في قائمة المركز المالي للشركة، بس not the goodwill of the economic unit itself ولكن مش المقصود بيها الشهرة بتاعت الوحدة الاقتصادية ذات نفسها زي ما البعض بيعتقد as some believe. النوع التاني اللي هو البيتنت. النوع التاني اللي هو البيتنت. البيتنت اللي هي براءة الاختراع. such as purchasing an invention from a person who invented a specific idea and the patent is consumed over time. For example نوكيا. يا جماعة براءة الاختراع مثلا ان احنا بنشتري فكرة اختراع من شخص يكون اخترع فكرة معينة. عندنا طبعا شركة نوكيا اشهر مثال لذلك. لما اخترعت الموبايل او التليفون المحمول، طبعا ده كان براءة اختراع. وطبعا براءة الاختراع دي بتستهلك برضو في فترة زمنية معينة. شفت شركة نوكيا بعد كده بعد فترة زمنية معينة اختفت. يعني اذا براءة الاختراع برضو لها فترة زمنية معينة بتستهلك فيها يا جماعة. احنا لازم نكون عارفين برضو حاجة مبدئيا دلوقتي ان الاصول غير الملموسة بتستهلك consumed. يبقى consumed تستهلك، لكن الأصول الملموسة اللي هي التنجبل بتكون تهلك. يبقى الأصول الملموسة الفيكسد أسيد أو الأصول الملموسة التنجبل مالها تهلك. يبقى بالإنجليش اسمها depreciate تهلك. أما الانتنجبل أسيدز consumed تستهلك. الأصول غير الملموسة مالها تستهلك. هناخد كل حاجة بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله. يبقى دي عبارة عن شراء فكرة معينة أو اختراع معين اخترعه شخص معين وبتهلك على فترة زمنية معينة. يبقى such as purchasing an invention from a person who invented a specific idea and the patent is consumed over time. يبقى such as purchasing an invention from a person يعني نشتري اختراع من شخص who invented a specific idea اخترع فكرة معينة and the patent is consumed over time بتستهلك مع مرور الزمن. تمام. طيب عندنا اشهر مثال طبعا زي ما قلت اللي هي شركة نوكيا. عندنا بعد كده البراند او التريد مارك او اللوجو، العلامة التجارية. البراندز او اللوجو او التريد مارك العلامة التجارية. It is the value of the companies يعني دي قيمة companies لوجو، يعني دي قيمة اللوجو بتاع الشركات
تمام. of some companies، اللي هو ايه بقى؟ that the company او الاجنسيز that the company obtained. دي بتكون الحقيقة يا جماعة برضو زي الشهرة، مش المقصود بيها البراند او اللوجو او التريد مارك بتاع الشركة ذات نفسها يا جماعة، ولكن بتكون مقصود بيها العلامة التجارية او اللوجو او البراند بتاع الشركات اللي هي بتكون الشركة راعية لها. يعني الشركات اللي بتكون الشركة دي راعية لها، اللوجو بتاع الشركات اللي الشركة دي بتكون راعية لها، هو ده المقصود، وهو ده اللي بيبان في قائمة المركز المالي. ولكن مش المقصود بيها ابدا اللوجو او التريد مارك او البراند بتاع الشركة نفسها ابدا، زي ما بعض المحاسبين برضو او اغلب المحاسبين فاكرين. ده خطأ شائع جدا برضو. يبقى it is not the value of the company's logo. it is not the value of the company's logo، يعني ده مش قيمة اللوجو بتاع الشركة نفسها، ده مش قيمة ايه اللوجو بتاع الشركة ايه نفسها. as some accounts believe، زي ما بعض المحاسبين ايه بيعتقدوا. but this is the value of the agencies that obtained، ولكن هي قيمة اللوجو بتاع الوكالات اللي الشركة راعية لها. the company has to be its sponsor، ان هي الشركة اصبح يعني اكتسبت ان هي تكون الشركة الراعية للوكالات دي. يبقى البراند او اللوجو او تريد مارك بتاع الشركات اللي الشركة دي راعية لها، الوكالات اللي الشركة دي ايه اكتسبت ان هي تكون الراعية لها. خلاص، وبتظهر في قائمة المركز المالي لمين؟ للشركة دي. But it is not the value of the company's logo as some accounts believe، زي ما بعض المحاسبين بيعتقدوا. But this is the value of the agencies that obtained، اللي هي اللوجو أو تريد مارك أو العلامة التجارية أو اللوجو أو البراند بتاع الوكالات اللي اكتسبت، أو إن الشركة أصبحت هي الراعية لها، الوكالات اللي الشركة أصبحت هي الراعية لها. has to be its sponsor، يعني الراعية لها. agencies الوكالات. تمام. طيب عندنا بقى اللي فاضل establishment expenses، مصروفات التأسيس، والاكسبنسز prior to the starting the activity، مصروفات سابقة على بدء النشاط، والdeferred revenue expenses اللي هي النفقات الإرادية المؤجلة. كل ده إن شاء الله هنتعرض له بالتفصيل في المحاضرات القادمة بإذن الله. يبقى احنا عرفنا الأذر assets، الانتنجبل assets، وعرفنا ان هي زي الجود ويل، وعرفنا ايه هي الجود ويل، وعرفنا ان الجود ويل دي مش الجود ويل بتاعة الكومباني اتسيلف، ولكن الجود ويل بتاعة الأذر companies that the company acquired it، اللي هي الشركة استحوذت عليها، الشركات الأخرى اللي استحوذت عليها الشركة. وعرفنا البيتنت اللي هي براءة الاختراع، اللي هي to purchase an idea that someone أو specific idea that someone invent it، إن شراء فكرة معينة اختراعها أو اختراع معين اخترعه شخص معين أو شخص ما. وعرفنا بعد كده التريد مارك او البراند او اللوجو، اللي هو اللوجو بتاع الشركات الاخرى اللي هي استحوذت، اللي هي الشركة كانت هي الراعية لها، الوكالات اللي تكون الشركة الراعية لها، وبتظهر في قائمة المركز المالي، لكن مش البراند او اللوجو بتاع الشركة نفسها. تمام. هنقف لحد كده النهارده، وان شاء الله المحاضره اللي جايه هنتكلم فيها عن الشورت تيرم اسيتس، الاصول المتداوله او الاصول قصيره الاجل.